أول حاجة نبدأ بتحية الإسلام والسلام، والإسلام كله سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة أنا مش مخططة للفيديو، يعني مش عارفة هقول إيه بالظبط، بس إن شاء الله أقول كل اللي أنا عايزة أقوله بترتيب تبقى كل حاجة كويسة. أول حاجة النهاردة هحكي لكم زي ما شفتوا من العنوان إزاي كنت طالبة الحمد لله حياتي مستقرة دراسيا اجتماعيا دينيا من سنة بس، والسنة دي كل الحاجات دي تقريبا باظت. أول حاجة السنة اللي فاتت أنا كنت في ثانية إعدادي، حاليا أنا في ثالثة إعدادي اللي هي المفروض سنة مهمة جدا، طبعا هي من أهم سنين الحياة يعني بعد ثانوية عامة أكيد. ومع ذلك أنا حاسة إني مش قادرة أعمل أي حاجة، ولا قادرة أذاكر، ولا قادرة أأدي عباداتي كويس، ولا قادرة أعمل نشاطات حياتي المعتادة كويس، ولا قادرة حتى إني أهتم بحفظي بوردي بحلقاتي، كل الحاجات دي. كمان الاجتماعيات، اجتماعيا الدنيا بايظة برضه، وطبعا بسبب إن كل دول بايظين فبالتالي النفسية صفر. طب من سنة كنت عاملة إزاي؟ من سنة الحمد لله وأنا داخلة تانية إعدادي كنت حاطة أمل إن مهما كانت السنة دي صعبة، ولأن دايما الناس كلها كانت بتقول إن تانية إعدادي أصعب من تالتة إعدادي، فكنت حاطة قرار إن السنة دي هتبقى أحسن سنة في حياتي من حيث كل حاجة، اجتماعيا، نفسيا، دراسيا، وأهم من كل دول دينيا، علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. وفعلا الحمد لله الحمد لله السنة اللي فاتت كنت مهتمة بصلاتي، بحاول على قد ما أقدر أهتم ببيتي كويس جدا، بحاول أستغل كل وقت عندي حتى في المدرسة إني أتم وردي، أقول مثلا أسبح ربنا في السبحة الإلكترونية ديت أو كل الحاجات دي. طب إزاي حياتي كانت ماشية؟ اكتشفت حاليا إن من أهم الحاجات واللي كانت ماشية حياتي كلها بهذه السلاسة وهذه المرونة والحلاوة هي الصلاة. إن أنا كنت بصلي ومش بصلي عادي، يعني مش بأدي الصلاة كده إن هي الأذان أذن ومتوضى وأصلي كده كروتة وخلاص، يعني أنت صليت وهكمل يومي عادي. لا، كنت بصلي فعلا بكل حب، بصلي وأنا عايزة أصلي عشان أفصل نفسي عن كل حاجة، أفصل نفسي عن الدراسة، أفصل نفسي عن التوتر، أفصل نفسي عن أي حاجة، أي حاجة أنا نفسي أدعي ربنا بيها أو نفسي حاجة تحصل لي فأدعي ربنا وأنا بصلي، أي حاجة مضايقاني أقول لربنا عليها وأنا بصلي. فكان يومي مترستق على كده، إني بصحى الصبح بقول أذكار الصباح والمساء، ودي من أهم الحاجات واللي كانت برضو بتديني بركة في يومي، بتديني يعني حاجات كتير قوي حلوة في يومي. واليوم اللي ما كنتش بقول فيه أذكار الصباح والمساء كنت بحس إن في حاجة ناقصة. فأول حاجة أذكار الصباح والمساء. تاني حاجة كنت بحاول مثلا أقول ورد مثلا، أقول أي حاجة مثلا من القرآن، أنا سورة بحبها مثلا، لو عندي ورد معين أنا بقرأه أو حفظ معين في حلقة مثلا، بروح لو في يوم هروح في المدرسة بروح المدرسة بيبقى معايا السبحة الإلكترونية، بحيث إن في أي حصة أو في أي وقت أنا فاضية فيه أو مش بنعمل فيه أي حاجة أقعد أسبح ربنا، أذكر ربنا، أستغفر، أعمل كل الحاجات دي. أكتر حاجة كنت صراحة بحب أعملها وهي الاستغفار على طول وأنا قاعدة. طبعا السبحة دي مشجعة جدا إن أنت تستغفري يعني. بعد كده برجع من مدرستي، ابدا لو عليا اليوم ده حلقه فخلاص انا مش هذاكر النهارده، انا يا دوب هقعد احفظ عشان الحلقه بتاعتي ودوب بحضر الحلقه وانام. طب لو معليش بقعد بقى اذاكر. طب في اليوم اللي انا مش هروح المدرسه برضه بصحى اقول اذكار الصباح والمساء، اتم وردي واقعد اذاكر. اقعد اذاكر مثلا، يعني انا لو صاحي مثلا بصحى، مش هقول على الفجر، ايام كنت بصحى على الفجر وايام بصحى وانام وبعد كده اصحى تاني، المهم ان هي قبل الظهر فاقعد اذاكر لغايه الظهر. اول ما الظهر يأذن حتى لو خلصت ماده او ما خلصتهاش طب اقوم اصلي، بحيث ان ما اسيبش صلاتي وتبقى دوت ايه خلاص انا خلصت تقريبا. بالنسبه لي الفتره دي هي اكتر من ربع اليوم، يعني اكتر، يعني اقل من نص اليوم تقريبا. برجع تاني اقعد اذاكر او اعمل اي حاجه، نفطر، نعمل كل الحاجات دي الحاجات الطبيعيه اللي في حياه اي انسان، وارجع اذاكر لحد العصر. ايه ده انا فاضل لي جزئيه صغيره قوي، خلاص العصر بيأذن اهو، انا هخلص الجزئيه دي في خلال العصر يأذن مثلا وتبقى الصلاه هتقيم، خلاص اخلصها في الفتره دي واقوم اصلي على طول. ليه؟ عشان ابقى مرستقه يومي على الصلاه، مش الصلاه هي اللي مرستقه يعني. بصوا بقسم اليوم على الصلاه، يعني من الفجر للظهر بعمل حاجه، من الظهر للعصر بعمل حاجه، من المغرب، من العصر للمغرب بعمل حاجه، وهكذا. عاده بيبقى من المغرب للعشاء ده بيبقى غدا مش عارفه ايه، بعد كده نوم، الحاجات دي. فانا بقسم يومي على الصلاه الخمسه مش على اي حاجه تانية. حرفيا كانت كميه البركه في يومي انا مش عارفه ازاي. انا من الناس البطيئه جدا 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 في المذاكره، ومع ذلك كنت الحمد لله ببقى راضيه جدا عن الكم اللي ذاكرته حتى لو قليل، وبحس ان انا ارتحت، انا عملت اللي عليا، عملت كل حاجه قدرت اعملها في اليوم دوت، صليت صلواتي وعملت كل الحاجات دي. اجتماعيا عشان انا في اجتماعيا، فانا مثلا كنت الحمد لله بقرا قران في الاذاعه، في وقت فراغي بقرا قران، علاقتي باصحابي كويسه الحمد لله، ما فيش حد بيكرهني ولا انا بكره حد. فطبعا كنت برضو زي ما قلت لكم ان انا كنت بحب اقرا قران او اذاكر او اسبح في وقت فراغي في المدرسه. وطبعا مش كل الناس بتتمنى لك الخير، فهتلاقي بنت مثلا معديه شايفه اني قاعده بسبح او شايفه اني قاعده بقرا قران او شايفه اني قاعده بذاكر، ممكن للاسف ان هي تبص لي بصه وحشه او ان هي من غير قصدها تحسدني، او ولد حتى ممكن يبقى معدي يشوفك قاعده بتذاكري او قاعده بتعملي حاجه. لان الموقف ده حصل لي قبل كده، قاعده بذاكر في امان الله في الفصل لقيت ولد بيقول لي خربت الدحيحه. فهي الفكره انا مش فاهمه ليه الحسد، بس ما ادركتش الحته دي غير بعد فوات الاوان، لان ساعات كنت مثلا بنسى اقول اذكار الصباح، فبالتالي انا بنزل حرفيا برجع ماليش نفسي اذاكر نهائيا. انا الترم الاول الحمد لله في تانية اعدادي كنت متفوقه شبه كده يعني، ان انا لاول سنه في حياتي
ابقى راضيه جدا عن المجموع اللي انا جبته وراضيه عن مجموعي، لدرجه ان كان في ناس متفاجئه لهم انت عملتي كده ازاي؟ وكنت ناويه ان انا هستمر على كده الترم التاني، بس فجاه مش قادره اعمل اي حاجه، مش قادره اذاكر، مش قادره اعمل اي حاجه. صلواتي ابتدت تتقطع، اذكاري ما بقتش تتقال، كل الحاجات دي، بس قدرت ارجع تاني الحمد لله. بس انا عدت على خير بعد ما تانية اعدادي خلصت، ولحد لحظتنا هذه وانا مش قادره استمر في اي حاجه، ولا في صلاه بأديها او بقيمها كويس. تقيله قوي على قلبي. لا انا بقوم مش قادره، انا لسه هقعد بقى اروح اتوضى واصلي وكده. وطبعا نفس سوره قل هو الله احد وقل اعوذ برب الناس اللي بتتقال في كل الصلوات. انا مش قصدي خالص ان انا تبقى مثلا مهاجره بالمعصيه، بس بحاول اوصف لكم حالي. مذاكرتي بقت صفر حرفيا، متاخره جدا في المنهج برغم ان السنه دي اهم بكتير من تانية اعدادي. مع ذلك متاخره جدا في المنهج، حفظي مش منتظم نهائيا، واللي هو بحفظ بس عشان ادخل الحلقه اسمع وبنسى اللي حفظته. بقت دي حياتي. فهل دي حياتي اللي انا عايزه استمر عليها؟ هل دي حياتك اللي انت عايزه تستمر عليها؟ ان انت تبقي مجرد انسانه عاديه اخرك بتقومي تصلي كده بالعافيه او مش بتصلي حتى؟ فعشان كده انا عامله الفيديو ده عشان يبقى نصيحه وحجه ليا او حجه عليا، يعني قبل ما يبقى نصيحه ليكم، ان لما اجي اقصر في صلاتي او اجي اقصر في اي حاجه في يومي، افتكر اني عملت الفيديو ده، افتكر ان انا مش عايزه حد يقول لي، او يعني افتكر الايه اللي هي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده في سوره البقره، ان احنا بنامر الناس بحاجه، ان يعني ذاكروا واعملوا وصلوا كل الحاجات دي، وفي الاخر احنا نيجي ما نعملش كل الحاجات. فانا بعمل الفيديو ده عشان يبقى حجه عليا، ان لو جيت اثر في اي حاجه من الحاجات دي افتكر انك طلعتي وقعدتي قدام ناس بتكلموهم في الموضوع ده، فانا ما ينفعش اني اثر فيه. كمان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بعد الايه دي على طول: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. ان احنا نستعين بربنا ونستعين بالصبر والصلاه، ان الصلاه والصبر هم اكتر حاجات في الدنيا هتخلينا ناس ناجحين في دنيتنا واخرتنا. وطبعا ان احنا نستعين بالله ان هو يعيننا على الصلاه، لان الصلاه سبحان الله بتبقى ساعات تقيله على قلب الواحد، بحيث انا مش قادره اقوم اصلي، مش قادره خلاص انا مكسله اقوم اصلي، اتقل حاجه في يومي هي الصلاه. فان احنا نستعين بربنا ونقول الدعاء اللي سيدنا ابراهيم كان بيقوله، ويعني نبي بيدعي ربنا ان هو يصلي، فاهمين؟ فاحنا لازم نستعين بربنا ونقول رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا سبحانه، يعني سيدنا ابراهيم كان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعينه على الصلاه هو وذريته، يعينه على اقامتها يعني تبقى صحيحه، الاطمئنان في الصلاه، ان انا مش بصلي بكهرب بسرعه بسرعه، لا بصلي بالراحه، بحاول ان انا اتدبر الايات اللي انا بقولها. حتى احنا في سوره الفاتحه بنقول اياك نعبد واياك نستعين، ان احنا بنستعين بربنا على العباده اللي احنا بنعبدها عشان ربنا يعيننا ان احنا نقوم نأدي عباداتنا صح، وكمان ان احنا نعيش حياتنا صح، اذا كان دراسيا اجتماعيا دينيا واخلاقيا كل حاجه. فان شاء الله اعتبروا الفيديو ده ليا وليكم بدايه جديده، ان احنا ان شاء الله نلتزم في الصلاه، نلتزم في عباداتنا، نلتزم في حياتنا من تاني، نلتزم في دراستنا من تاني، واي حاجه مضايقانا نقول لربنا عليها، اي حاجه نفسنا فيها ندعي ربنا بيها في السجود ان شاء الله، لانه اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. واخر حاجه ننهي بيها وهي تحيه الاسلام والسلام، والاسلام كله سلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.